ازاي تعمل ديل مع العميل في تصميم اللوجو. قبل ما ابدا الديل بيكون عندي اسئله اساسيه علشان تساعدني في تصميم اللوجو، وبعمل الخطوات دي بعد ما بقدم للعميل البورتفوليو او بالفعل هو شاف شغلي وحابب انه يعرف تفاصيل اكتر. واخر نقطه مهمه جدا: 1. اسم اللوجو وايه الهدف او المعنى ورا الاسم ده. 2. بعرف منه مجال الشركه او المشروع او المؤسسه اللي هيصمم لها البراند. 3. بساله لو في ستايل معين حابب ينفذ زيه، بحاول اعرف ايه اللي في دماغه وهقول لك ليه في الاخر. 4. بتفق معاه على البادجت بعد ما باخد منه البريف وبعرف كل التفاصيل عن المشروع علشان اعرف احدد السعر كويس. 5. بتفق معاه ان هنفذ له 3 نماذج مبدئيا من شكل اللوجو. اول نموذجين بنفذهم على حسب دراستي للمجال وبشوف ايه المناسب للبراند من ناحيه التكوين والخطوط والالوان. اما ثالث نموذج بيكون من اختيار العميل نفسه، وبعمل كده احيانا لما بلاقي العميل متردد ومش عارف يختار، بحاول اخليه شريك معايا في تصميم اللوجو، بنفذ له اللي هو محتاجه وبنتناقش وبنشوف ايه التعديلات المطلوبه وايه الصح اللي لازم يتعمل لحد ما نوصل